انا مش فاهم. يعني حته محامي عره ما يسواش 2 مليم زي ده يعمل فينا كل ده وانت موجود؟ امال فين السيطره يا بابا؟ ابنك حبيبك يتمنع من السفر ويرجع من المطار كده زي الهربانين. احمد ربنا انهم سابوك تمشي وما حبسوكش. نعم. طب اهدى ومروح دلوقتي، ولا اقول لك ارجع الساحل تاني، ولو في حاجه هبقى اكلمك واقول لك تعمل ايه. يا بيه كمال الاسطول عندي بره. قول له ادخل. اتفضل يا استاذ كمال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه الزياره اللي من غير ميعاد دي؟ اتفضل. والله انا جاي اطمن على زين ابنك، ربنا يخليهولك، اسمه منور صوت وصوره في 100 مصيبه. تصدق انا جمله تترد لك في عيالك عمري ما فهمتها غير دلوقتي. زين بخير وهيفضل بخير طول ما ابوه عايش. يا ريت تنجز عشان ما عنديش وقت، عندي ميعاد على الهوا بعد شويه، بعد ساعه بالظبط. هات من الاخر يعني. صحابك عاملين ايه يا زين؟ عرفوا بالقضيه ولا مشغولين في فيديوهات تانية؟ معقوله يا راجل فيديو زي ده يفلت منكم يبقى في ايدي اللي يسوى واللي ما يسواش؟ هو الفيديو كان فيه ايه يعني؟ شويه لعب وهزار ما بين صحاب في حفل عادي. بس البت اللي في الفيديو قالت كلام غير ده خالص. خليها تثبت. نعم خليها تثبت. هي الحكايه كده بقى. طب تشول من الاول يا راجل. لا مش كده خالص يا ضياء بيه. ابنك والعيال صحابه خدروا البنت واغتصبوها. اللي صحيح يا زين، انتوا صورتوا ليه؟ ولا ده العادي بتاعكم؟ عندك حق. اهو لو الحمار ده ما صورش ما كانش كل ده حصل. يعني انت زعلان عشان الفيديو اتسرب، مش زعلان على اللي حصل في الفيديو. زين انا مش عاوز قدام ابوك اقول لك بالتفصيل انتوا عملتوا ايه في البيت. بقول لك ايه يا كمال يا اسطوري، انا سكت لك بس علشان انت في مكتب ابويا، فلم الدور بقى وما تخلينيش اتغاب عليك. زين اقعد وبطل هبل. والنبي تسيبه يا ضياء، خليه يورينا حلاوته، وبرضه احنا نعمل فيديو للذكرى. اتفضل يا بيه. استناني بره يا زين. سمعت قلت لك ايه؟ استناني بره. يا منسي، كلم حماد وعلي وهاتهم لي وتعالى عند مكتب ابويا حالا. انجز يا منزلاوي، لما تيجي هقول لك. بسرعه. سلام. بقول لك يا ابو كمال، انت عايز ايه؟ انت خلاص سبت قضايا التعويضات وقلبتها جمعيه خيريه. مش كده خالص. بس القضية المرة دي مختلفة يا ضياء بيه. القضية المرة دي قضية رأي عام. انت مش واخد بالك ولا ايه؟ رأي عام؟ مين قالك ان يبقى في قضية رأي عام ولا هيبقى في قضية من اصل؟ لا هيبقى في قضية يا ضياء بيه. وانا هجيب حق البت اللي ابنك واصحابه عملوا برتيتة عليها وغدروا بيها. ما بلاش الكلام الكبير ده، وهات الاخر. عايز ايه؟ الاخر انك المرة دي مش هتعرف تخلص القضية بقرشين زي كل مرة. المرة دي اللعبة مختلفة، عشان كده قلت اجيلك عشان انا وانت نلعبها على المكشوف من الاول. البت دي هتجيب حقها وانا معاها.
ابنك متهم في قضية شرف يا ضياء بيه، وشرفه من شرفك. سلام. بقول لك ايه يا كمال، انت طبعا عندك تلفزيون في البيت، يبقى شوفني النهارده على الهوا، شوفني هقول ايه للرأي العام. ان شاء الله. اوعى تكون حطيت البصل على الفول يا توفيق. حافظ حافظ، ولا حطيت بصل على الفول ولا زودت سمنه على البيض. بقول لك ايه يا امنيه، هو هيكون كلام الست دي غير رايك في القضيه ولا حاجه؟ هي سألتني إذا كان أستاذ كمال البيض هيتحرق يا توفيق. حاضر. هي سألتني لو كان هو المحامي المناسب لقضية زي قضيتي ولا لأ. مناسب؟ مناسب ولا مش مناسب ايه؟ تعرف حاجه عن كمال الاسطول دي؟ ده النهارده عمل خطوه قانونيه في منتهى الذكاء. انت فاكر ان يمنع العيال من السفر دي حاجه بالسهل كده؟ يا سلام. طب انا بقى احكي لك حكايه محدش يعرفها. فاكره يا ست ماتيلدا حوار قضيه الصلصه اللي حكيت لك عنها قبل كده دي؟ انا ماليش دعوه بالقضايا بتاعتكوا دي. طب انا بقى احكي لكم حكايه وهسال ليكم. زمان وانا صغير بطني وجعتني وكنت هموت من الجوع. قلت لها يا ماما انا جعان. قالت لي واد يا توفيق انا ومعمل لك بقى مكرونه بسكليتي بالصلصه من اللي انت بتحبها، وانا اموت في المكرونه البسكليتي بالصلصه زي عينيا. وانا باكل بطني وجعتني. ابويا قال لي ايه؟ هاخدك على المستشفى. رحت قالوا لي يا حاج ابنك عنده تسمم. ابننا عنده تسمم؟ بص يمين شمال لقى 3 4 من اهل البلد عندهم نفس المشكله، وحته عيله صغيره برضو عندها تسمم. وسمعنا كلام ان في مصنع حوالينا بيبيع صلصه منتهيه الصلاحيه. هوب يومين 3 لقينا استاذ كمال داخل علينا ورافع قضيه على المصنع ما تخرش الميه. وايه مش بس كده بس، ده كمان دفع فلوس المستشفى. من يعني ابويا كانت الدنيا مخبطه معاه في فلوس وكده يعني فشلنا فيها. المهم بس تكونوا كسبتوا القضية. اما انا بحكي لك الحكايه دي ليه؟ ما اكيد كسبنا القضيه، ده استاذ كمال الاسطول. ده احنا لولا القرشين اللي خدناه منهم تعويض يعني ما كانش ابويا عارف يستت ويجوز اخوات البنات. ومن ساعتها وانا قررت اني هبقى محامي زي استاذ كمال بالظبط، عشان اجيب يعني حق الغلابه اللي بتاخده في الرجلين كده زي. بس كمان عرفت ان هو ما عملش معانا كده احنا بس، عمل كده مع ناس كتير قوي، والفلوس اللي كانت بتيجي حتى لو قليله بس ياما فكت ضيقه ناس كتير قوي. انا بحكي لك الحكايه دي يعني يا امنيه عشان تبقى عارفه ان الاستاذ كمال عمره ما هيسيبك، وهو عمره ما يسيب الموكل بتاعه ابدا. وكفايه دخلته علينا المستشفى كده وانا راقد، وقفته مع ابويا دي وقفه ما فيهاش الا الراجل. بتقولي لي مناسب ولا مش مناسب؟ كل يا امنيه كل